السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب الجميع يكون بخير. الفيديو بتاع النهارده حاجة عايزة أقول لكم من بدري عايزة أعملها بس ما كنتش فاضية خالص، بس قُلت خلاص بقى لازم أقعد أعمله كده علشان برضه إيه، ناخد الثواب فيه بإذن الله كلنا. حصل حاجة كده أهوّة عجبتني جدًا الفكرة ديّة وحبيت أنشرها بينكم علشان اللي حابب يعملها إن شاء الله يعملها. دلوقتي حصل من كام يوم كده حد تبع زوجي يعني في الشغل إن زوجته عملت صدقة جارية على روح والدتها، كانت والدتها متوفية من سنين يعني، فبتعمل لها كل سنة في الذكرى السنوية بتاعتها صدقة جارية، فكانت إيه الصدقة الجارية بتاعة السنة دي، جابت عارفين أزايز ال2 لتر بتاعة الحاجة الساقعة؟ جابت الإزازة ديّة وكانت مليانة لبن اللي هو بقى لبن كامل الدسم بقى وحلو وكده، مليانة الإزازة 2 لتر ديّة كاملة من اللبن، وجابت مثلًا كمية كبيرة جدًا ووزّعتها على الفقراء والمساكين والقرايب والحبايب، يعني مش بس اقتصرت على الفقراء لأ، لكل الناس، الحبايب والقرايب والفقراء وكُلّه، وهي بتوزّع بتقول لنا إن إحنا ندعي لوالدتها بالرحمة والمغفرة، وإن يجعل الصدقة الجارية ديّة في ميزان حسناتها ويجعلها يعني من المعتوقين من النار، فبجد عجبتني جدًا فكرتها. قالت كانت بتقول يعني حد كان بيقول لها يعني طب ما توزعي مصاحف وهتاخدي بكل حرف في المصحف حسنات ليها وبرضه تبقى صدقات جارية ليها، قالت لهم المصاحف مليانة المساجد ومالية البيوت وما حدش بيفتحها ولا يقرا فيها، لكن الناس في الوقت الحالي محتاجة الأكل، محتاجة الشرب، محتاجة إن إحنا نملى بطونهم، فلمّا أنا أدّيهم حاجة يشربوها أو ياكلوها دي بالنسبة لهم هتبقى أحسن بكتير، فأنا اديتهم الحاجة اللي أنا عارفة ومتأكدة إن هُم هيفرحوا بيها، فساعتها الدعوة هتطلع من قلبهم، وفعلًا قسمًا بالله جالنا منه لبن دوّة، إحنا من الحبايب الحمد لله، فكانت جابت لنا اللبن دوّة عفوًا. عايزة أقول لكم غليت اللبن ده وحطيته في التلاجة وطلّعت الوِش، والله من قبل ما أشوف أي حاجة أنا بادعي لها، بس بقى وأنت بتطلّع الوِش كده بتدعي من قلبك للي وزّعت اللبن وفكّرت في الفكرة الجميلة دي، وبتدعي لأمها بالرحمة والمغفرة وإن ربنا يجعله في ميزان حسناتها ويثقّل في ميزانها بإذن الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى، فهي فعلًا فكرتها جميلة. فاللي يحب يا جماعة يعمل صدقة جارية لنفسه، لولاده، في حياتهم، لحد عزيز عندك مات وعايز تطلّع له صدقات جارية، اعملوا كده يا جماعة. الدنيا دلوقتي بقت مليانة يعني غلا وأنتم شايفين الوضع عامل إزاي، فبجد الفكرة جميلة جدًا وعجبتني وعشان كده حبيت إن أنا أنشرها بينكم، ويا ريت تنشروا الفيديو دوّة أو حتى لو حد عايز يكتب بوست عنه ويكتبه، عايز ينزّل فيديو بصوته ما عنديش أي مشاكل. المهم توزّعوا الفكرة دي على كل الناس، الدنيا بقت غالية جدًا واللي يحب يساعد غيره أو يعمل صدقة جارية عن نَفْسه يعملها يا جماعة بالشكل دوّة، مش هاطوّل عليكم الفيديو أكتر من كده وأتمنى تكون الفكرة دي عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.